السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي الغاليين عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير، كل سنة وأنتم طيبين وبصحة وعافية يا رب، ويعود علينا الأيام بخير، ورمضان كريم ومبارك علينا جميعًا يا رب، ويعود علينا الأيام بخير يا رب. النهارده هنعمل شوية قرص كده، اللي حابب يعمل قرص، اللي حابب يعمل رقاق، أنا هاعمل قرص بصراحة عشان أفرّزها في الفريزر لرمضان للسحور، وأنا جبت الدقيق كده أي كمية بقى من الدقيق، بصراحة باحط يعني إيه، الخميرة بارُشّها كده. وباجيب بقى أنا عندي زبدة طبعًا مش هاحط الكمية دي كلّها، بس أنا يعني إيه، حطيتها واللي يفيض زي ما هي هاسيبها في الطبق زي ما هي. عندي زبدة وسمنة ولبن حليب ولبن رايب، اللبن الحليب ده تقريبًا كيلو. هانزل في اللبن الحليب اللي على النار، أنا يعني لسه هاولّع البوتاجاز وحطيت يعني قيمة كوباية من السكر، وطبعًا وهاحط ظرف من الفانيليا بيخلّي ريحة القرص حلوة، وأنتِ بتاكليها حتى وأنتِ بتخبزيها بتبقى ريحتها حلوة كده وطعمها حلو. طبعًا أنا ليه باحُط كُلّه، أنا هاحُط كُلّه على بعضه كده عشان في واحدة كانت مرّة قالت لي إن أنا عملت زيِّك وحطيت السمنة بعد ما عجنت، أنا بافضّل إن أنا أحُطّها بعد ما بتعجنيها، وباحُط بقى السمنة أو الزبدة أو الزيت بعد ما أكون عجنتها، لكن كده الطريقة دي شغّالة والطريقة دي شغّالة والاتنين بيجيبوا نتيجة حلوة، بس يعني إيه، أنا بافضّل إن أنا أحُط الطريقة التانية بصراحة. فأنا نزلت كده باللبن والزبدة وبإيدي طبعًا، أنا باحب أعمل كل حاجة بإيديّا مش لازمًا بالمضرب بقى عشان ألخبط كلّه، وده كان لبن رايب بس للأسف ما لحقش يروب، بس يعني كان ليه يومين كده طبعًا الجو برد ما رابش أوي يعني، بس ما كانش ينفع إن هو يبقى حليب، هو ريحة اللبن الرايب طلعت فيه خلاص. هاقلّب كده كلّه مع بعضه وأنزل بقى بالخليط ده كلّه كده في العجينة بتاعتي، دي طبعًا أسهل طريقة إن أنتِ هتنزلي بكل المكونات بتاعتِك، باللبن والسمنة كلّه، ولو حابة كمان تحطّي الخميرة كمان كنت هتحطّيها، بس أنا بافضّل إن أنا أحطّها على الدقيق وأقلّبها كده مع رشة الملح. وأقلِّب بقى على حسب أنتِ ما أنتِ حاطّة، أنا طبعًا حطّيت علشان عارفة إن كمية الدقيق ديّة هتشرب السائل اللي أنا حطّيته، لكن لو أنتِ مثلًا أول مرّة يبقى حُطّي حبّة بحبّة عشان ما تجيش معاكِ ليّنة وتضطرّي إن أنتِ تحُطّي دقيق. أنا كمان يعني أنا حطّيت ييجي كوباية مَيّة، هي ما عازتش مَيّة بس يعني حبّيت أحُط لها كمان كوباية بس واحدة مَيّة. لإن طبعًا أنا ما باعجنش القُرَص بمَيّة، ما باحطلهاش مَيّة أصلًا خالص، بتطلع معايا النتيجة حلوة، يعني طبعًا كل ما بتخدميها وت وتكلّفي عليها بتطلع معاكِ القُرَص ممتازة و10 على 10. قعدت بقى كده عجنتها حلو، قلبتها بقى طبعًا القُرَص يعني لتّ بقى، هو أول ما بتلاقوكِ كده بتبُصّي تلاقي إيديكِ بقى لوحدها بتنضف من العجين، والعجينة بياخد كل العجين اللي في إيدِك مع اللَّت. طبعًا يعني في المرحلة ديّة في ناس بقى أنا يعني بافضّل إن أنا أحُط السمنة والزيت في الوقت ده كده، بس أنا عملت الطريقة ديّة مخصوص عشان جيراني هنا لمّا بييجي يكلموني على فيديو بانزّله، يقولوا أنتِ عملتِ كذا ده طلعت مش حلوة علشان كذا، لأ طبعًا خالص. كل طريقة بتبقى شغالة هي بس بيبقى زي ما يكون إيه، يعني إيه، هو يعني ريحة كده نَفَسِك حلو في العمايل بتاع، مش أكتر، أنا عملتها كده مخصوص والله علشان جارتي ديّة قالت لي إن أنا عملتها زي ما أنتِ وما طلعتش حلوة، فعشان كده قُلت لها كل الطرق معاكِ شغالة، ما فيش طريقة واحدة بس ما توقفيش عليها. طبعًا عجنتها كويس ولتّيتها كده وقُمت حاطّاه بقى مغطّياها بالكيس علشان إيه، ما تقشّفش معاكِ. طبعًا وبعد خمرِت عايزة أقول لكم ما خدتش خمران حاجة طبعًا، الوقت خلاص إحنا دخلنا الجو دفّى شوية، فمن غير دفّاية ومن غير حاجة خمرِت على طول، يعني على ما خلّصت شوية في المطبخ كده كانت خمرِت. هابدأ بقى إن أنا قرّصتها كده على الصينية طبعًا، يعني قرّصت الصينية ديّة طبعًا هُم صينيتين، غمستها ورجعت قرّصتها، وعلشان طبعًا لو حد معاكِ بقى إيش يقرّص وتسيبيها لمّا ترفع وتبدئي تخبزي، وحد يقرّص لِك وأنتِ بتخبزي لغاية الآخر، بتبقى راحة بس ما بتاخدش معاكِ وقت، بس أنا كنت بصراحة أنا وبنتي بس، وكمان سابتني ومشيت ما كمّلتش. وطبعًا غمست كده برضه علشان كانت هي هتمشي وتسيبني، فاضطريت إن أنا أخبز بس واحدة أو 2 كده علشان هي ماشية وأنا مش هاعرف إن أنا أمسك التليفون كده وأصوّر. أنا باحب أخبز القُرَص بتاعتي على إيديّا، لو أنتِ حابة تخبزيها بالمكنة أو بالبطاطا اللي يريحِك. طبعًا أنا جِبت الصينية بتاعتي، أنا طريقتي في الصينية، باجيب الصينية وأحط عليها ملاية أو عباية وأحط القُرَص وأرجع أغطّي كام طبقة، يعني الصينية ديّة واخدة معايا 3 طبقات. أدي طبقة، وطبقة في النُص، وديّة طبقة وهاغطّي، ولو حابة أعمل كمان طبقة هاعمل كمان طبقة،
يعني كده القرص بتبقى دافية معاكِ وما بتاخدش وقت بقى، وتشيلي الصينية بتاعتِك وتروحي بيها عند الفرن وتخبزي بقى لوحدِك بقى. هاسيبها بقى لمّا تخمر خالص وتنفش معايا طبعًا. إحنا في الشتا لو حابة تحطّي لها دفّاية، بصراحة أنا باحطها على السرير واغطّيها بالبطانية. أو بقى بصراحة بقى المرّة دي لأكون صريحة معاكم، أنا خدتها وطلعت بيها على السطح في الشمس وحطيتها، وما كمّلتش معايا ساعة إلا ربع ولقيت القرص خمرانة زي ما أنتم شايفينها كده. بسم الله ما شاء الله، يعني هو ده الرفع اللي إحنا المطلوب للقرص علشان تخبزيها وتطلع معاكِ ناجحة، وما تكونش مثلًا مكتومة أو فقيرة أو أي حاجة. القرص أدام هي ناجحة في طريقتها من البداية وفي خمرانها ورفعانها، بتبقى ناجحة معاكِ وطعمها حلو. طبعًا أنا غمست ذرة أهوّة، وطبعًا حطيت كده عباية عندي في العجانة بتاعتي، وعشان وأحط كده طبعًا اللي دقيقها بينشف. يعني في قُرَص كده تلاقي الدقيق بتاعِك بينشف، رقاق بينشف منِّك فلازمًا تغطّي على طول، على حسب. أنا بصراحة يعني ده أنا اضطريت إن أنا أفضّي كمان من العجانة القُرَص عشان إكمنّها بتبقى ليّنة، ما تبقاش راسخة على بعضها أوي كده. شايفين هي قابة أهوّة وليّنة، يعني أنا باورّيكم إن هي مش ناشفة ولا حاجة، هي ليّنة. طبعًا باحُط الصينية بتاعتي في الفرن، وفي صينية طبعًا بتبقى جنبي على ما الصينية ديّة تقوم كده، فاكون أنا رصيت التانية طبعًا لمّا تكوني شغّالة لوحدِك. لو حتى بنتِك معاكِ أو سلفتِك أو حد بيساعدِك طبعًا بيكون راحة، لكن أنا بادخّل صينية واطلّع صينية، طبعًا لإني شغّالة لوحدي. وطبعًا التصوير ده كنت لوحدي، فعشان كده ما كنتش عارفة أضبط التصوير كويس. طبعًا القُرَص بتحب النار العالية علشان ما تبقاش ناشفة معاكِ برضه، يعني مش تقولي أنا هادّي لها النار والّا كده، لأ. القُرَص بتحب النار العالية، وعلى حسب بقى هادّي لها شوية من تحت علشان ما تبقاش قعرها حامي من تحت. وقلّبي بقى بالعصاية، عايزة تقلّبي بالصينية كده براحتِك. وبقيت أطلّع وأحُط، والآخر يعني حسيت إن القرص كترت في العجانة ورسخت فوق بعضها كده، قُمت طبعًا الصينية بتاعتي أنا كنت عاملة صينيتين قرص، صينية فِضَت منهم قُمت حاطة عليها إيه، عباية كده، وقُمت بقى إيه، بدأت أطلّع على الصينية أريح بصراحة. بقيت أفضّي على طول كده. وطبعًا القرص لمّا بتطلع من الفرن كنت بامسحها، معايا قماشة ومبلولة مَيّة وبامسحها بيها، أو بخاخة اللي يريحِك. كنت مقلّقة جدًا من كتر طراوة القُرَص علشان ما ترسخش أوي على بعضها. بس يعني إيه، بس الحمد لله يعني. هي عامةً بتبقى ليّنة، بس يعني لمّا بتبقى قابة كده ما يعني تعرفي تفتحيها بسهولة. هي بتفضل قابة وما بتمسكش في بعضها تاني، بس يعني إيه، حبّيت إن أنا قلبها فاضي أهوّة أهي، وكانت سخنة نار طبعًا، مش عارفة أصوّر كويس عشان التليفون في إيدي، مش عارفة أفتحها. وعايزة أقول لكم طعمها جميلة أوي والله، يعني كل الطرق معاكِ شغّالة، ما تتوقّفيش على طريقة وتقولي ديّة أو ديّة لأ. بس أهم حاجة في القُرَص إن أنتِ إنها تخمر كويس وبعد كده تقطّعيها. أنا ما بارجّحش إن أنا أخبز الجُرَس وأقطّعها وأسيبها ترفع وهي مخبوزة، ما بافضّلش الطريقة ديّة. بافضّل إن هي تكون تخمر الأول وبعد كده قطّعيها وسيبيها تخمر لتاني مرّة، وبعد كده اخبزيها في الفرن. أقسم بالله العظيم إن القُرَص كانت في الشكل الطبيعي أحلى من التصوير، ما أعرفش التليفون جايبها ظالمها ليه، بس والله العظيم كانت في الطبيعي. يعني اللي فاهمني وعارف إنه هيصدّقني إن القُرَص في الطبيعي كانت أحلى من كده بكتير كمان. طبعًا بدأت بقى سِبتها لمّا تبرد خالص. أنا كنت نزلت تحت بقى في الأوضة بتاعتنا في الشقة، وسِبتها لمّا تبرد تمامًا وهي مكشوفة كده كمان، علشان إيه، كل ما هي نوعية الدقيق هي اللي بتحكمِك إن كنتِ تغطّيها والّا لأ. بدأت بقى إن أنا هاجيب الأكياس بتاعتي وعشان أعبّيها، بس طبعًا سِبتها طبعًا زي ما قُلنا تبرد تمامًا، ما تعبّيهاش وهي سخنة، عشان يعني إيه، ما تبرولش منِّك. سيبي أي حاجة في المخبوزات سيبيها لمّا تبرد. طبعًا جِبت الأكياس بتاعة اللبن بتاعتي، وقعدت بقى إيه، عبّيتها كده زي ما تحبّي بقى، على حسب ما أنتِ حابة تعبّيها. مثلًا أنا حبّيت يعني إيه، أعبّي كل كيس كده يكفّينا ليلة من السحور. اللي حابب ياكل قُرَص، اللي حابب ياكل رقاق عيش هيكون متواجد. ده كان فيديو القُرَص، يا رب تكونوا استفدتوا منّه واتبسطتم وطلعتوا منّه ولو بمعلومة صغيّرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.